بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة القرص في البيت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. المكونات: كيلو دقيق. اول حاجة كيلو دقيق تنخليه وتحط عليه ذرة ملح بعد ما تنخليه، والخميرة ومعلقتين سكر وكوباية وش لبن وكوباية زيت او سمنة او اي مادة دهنية. بحط اول حاجة السمنة او المادة الدهنية دي تكون سايحة مع الدقيق، وبعدين وش اللبن، وعشان اظبط العجينة بكوباية اللبن بقى على حسب بقى ما تاخد. ظبط العجينة تكون متماسكة، ما تكونش طرية قوي. والفانيليا ما تنسيش كيس فانيليا. ونعملها القرص قد البيضة كده. ونسيت اقولك تسيبي العجينة تختمر شوية، بعد ما تعجني تسيبها تختمر شوية، وبعد ما تقرصيها ما تستعجليش برضو في التبطيط، وبعد ما تبططيها تسيبها برضو بتعلى كده شوية. انا عاملاها في فرن البوتاجاز، ولعت الفرن من تحت عالي ومن فوق الشواية واطية، كان بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. دي بقى القشطة بتاعت حلاوة المولد. اللي عاوز الطريقة هسيبها لكم في صندوق الوصف، في ناس كتير طلبتها مني. انا حطها برضو في الفيديوهات بتاعتي، بس اللي مش بيلاقيها هحطها لكم في صندوق الوصف. في ناس كتير شافتها وحبتها وطلبتها مني. اتعمل سهلة وبسيطة جدا وتوفر عليكي كتير برضو بالشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.